فاجأة في تشكيل الهلال السعودي أمام الأهلي السعودي في نصف نهائي قوي وتاريخي في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم. وأهلا وسهلا بكم وعودة إن شاء الله قوية جدا لبرنامجكم المفضل الجماهير سبورت على قناتكم المفضلة الجماهير سبورت، وبإذن الله حلقات مميزة وتاريخية الفترة القادمة. وتابعونا هنا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، اضغطوا لايك لهذه الحلقة وشاركونا بتعليقاتكم الإيجابية. واليوم سنكون أمام مواجهة قوية جدا ومنتظرة بين الهلال السعودي والأهلي السعودي، يعني مباراة لصالح نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهو كلاسيكو المملكة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. الأهلي اليوم سيواجه الهلال وفي مباراة قوية يفقد فيها الهلال لاعبه الدولي جواو كانسيلو الظهير الأيمن اللي كان تعرض للإصابة في مباراة جوانجو الكوري الجنوبي. المباراة ستكون في 7:30 بإذن الله، أي بعد دقائق قليلة. و يعني المباراة يعني أعلن فيها منذ قليل عن تشكيل الهلال الرسمي. في حراسة المرمى كالعادة ياسين بونو، ولكن الدفاع هو كوليبالي والبليهي ورينان لودي، وفي خط الوسط سافيتش وروبن نيفيز ويعني مالكم طبعا نعلم جميعا أن مالكم يعني يؤدي أداء مميزا هذه الفترة. أما الهجوم سالم الدوسري وميتروفيتش وماركوس ليوناردو. الهلال التقى مع الأهلي في نخبة آسيا قبل ذلك في مواجهتين انتصر فيهما كل فريق في لقاء. سجل الهلال 4 أهداف، فيما أحرز الراقي 3 أهداف في المباراتين. إذن هي مباراة قوية جدا ومنتظرة اليوم ما بين الفريقين. مباراة ستكون عنوان للإثارة والمتعة في سهرة كروية قوية جدا، لأن المباراة الأخرى ستجمع بين النصر وكواساكي الياباني. إذا يعني أعتقد اليوم لو نتحدث عن التوقعات، طبعا المفاجأة هي غياب القوي جدا اللاعب جواو كانسيلو في الدفاع للإصابة، وسنرى يعني هل سيستطيع دفاع الهلال أن يتعامل مع الهجوم القوي جدا والضاري للأهلي بقيادة فيرمينيو، أم سيكون هناك لفيرمينيو ورفاقه رأي آخر بلدغ الدفاع الهلالي والوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا في انتظار مواجهة قوية إن شاء الله ستجمع النصر، وبإذن الله أتوقع أن تأهل النصر إن شاء الله. إنما من مباراة الأهلي والهلال في توقعي أن الأهلي سينتصر، وأن الأهلي سيعبر الهلال، برغم أن الهلال قسى على هو الهلال والأهلي هما الاثنين قسوا على منافسيهما، لكن اليوم ستكون مباراة لصالح الأهلي. إذا سننتظر ونرى، وتابعونا هنا لتصلكم كل جديد. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. شكرا لكم وإلى اللقاء. فاجأة في تشكيل الهلال السعودي أمام الأهلي السعودي في نصف نهائي قوي وتاريخي في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم. وأهلا وسهلا بكم وعودة إن شاء الله قوية جدا لبرنامجكم المفضل الجماهير سبورت على قناتكم المفضلة الجماهير سبورت، وبإذن الله حلقات مميزة وتاريخية الفترة القادمة. وتابعونا هنا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، اضغطوا لايك لهذه الحلقة وشاركونا بتعليقاتكم الإيجابية. واليوم سنكون أمام مواجهة قوية جدا ومنتظرة بين الهلال السعودي والأهلي السعودي، يعني مباراة لصالح نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهو كلاسيكو المملكة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. الأهلي اليوم سيواجه الهلال وفي مباراة قوية يفقد فيها الهلال لاعبه الدولي جواو كانسيلو الظهير الأيمن اللي كان تعرض للإصابة في مباراة جوانجو الكوري الجنوبي. المباراة ستكون في 7:30 بإذن الله، أي بعد دقائق قليلة. و يعني المباراة يعني أعلن فيها منذ قليل عن تشكيل الهلال الرسمي. في حراسة المرمى كالعادة ياسين بونو، ولكن الدفاع هو كوليبالي والبليهي ورينان لودي، وفي خط الوسط سافيتش وروبن نيفيز ويعني مالكم طبعا نعلم جميعا أن مالكم يعني يؤدي أداء مميزا هذه الفترة. أما الهجوم سالم الدوسري وميتروفيتش وماركوس ليوناردو. الهلال التقى مع الأهلي في نخبة آسيا قبل ذلك في مواجهتين انتصر فيهما كل فريق في لقاء. سجل الهلال 4 أهداف، فيما أحرز الراقي 3 أهداف في المباراتين. إذن هي مباراة قوية جدا ومنتظرة اليوم ما بين الفريقين. مباراة ستكون عنوان للإثارة والمتعة في سهرة كروية قوية جدا، لأن المباراة الأخرى ستجمع بين النصر وكواساكي الياباني. إذا يعني أعتقد اليوم لو نتحدث عن التوقعات، طبعا المفاجأة هي غياب القوي جدا اللاعب جواو كانسيلو في الدفاع للإصابة، وسنرى يعني هل سيستطيع دفاع الهلال أن يتعامل مع الهجوم القوي جدا والضاري للأهلي
بقيادة فيرمينيو، أم سيكون هناك لفيرمينيو ورفاقه رأي آخر بلدغ الدفاع الهلالي والوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، في انتظار مواجهة قوية إن شاء الله ستجمع النصر، وبإذن الله أتوقع أن التأهل للنصر إن شاء الله. إنما من مباراة الأهلي والهلال في توقعي أن الأهلي سينتصر، وأن الأهلي سيعبر الهلال، برغم أن الهلال قسى على هو الهلال والأهلي هما الاثنين قسوا على منافسيهما، لكن اليوم ستكون مباراة لصالح الأهلي. إذا سننتظر ونرى، وتابعونا هنا لتصلكم كل جديد. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. شكرا لكم وإلى اللقاء.